عايز يخس واللي عايز يتخن واللي عنده MS واللي عنده ابيليبسي واللي عنده اوتيزم واللي ابنه مش عارف ماله، اشتغلوا. بص يا سيدي، انت ممنوع عنك حاجتين اساسيين، ده رقم واحد: مخبوزات مكرونات من عند العيش البلدي الشامي السوري الفينو الفرنساوي الباتيبان والكايزر والبتاو والصاج والتميز والبتاع والعيش اللي في اخر الشارع بتاع الفرن اللي هو بيعملوه بالحبه الكامله والحاج مش مين اللي هيعملها له مخصوص، ماليش فيه، ممنوع. الرايس كيك ممنوع، العيش الشوفان ممنوع، الشوفان نفسه ممنوع، دقيق الذره ممنوع، اي مخبوزات هتشتغل عليها ممنوعه. مخبوزات قلنا ايه؟ عيش بلدي شامي سوري فينو فرنساوي صاج باتيبان وكايزر، الكرواسون والباتيه، البقسماط والباتون ساليه، البيتزا والفطير، الكحك والمنين والبيتي فور، ام علي وبلح الشام والزلابيه. حط معاهم الكنافه والقطايف وعيش السرايا والكيكه والجاتوه والبسكوت والمعمول، كل ده ممنوع. خلاص؟ رقم 2: كل المعجنات الايطاليه، مكرونه ومكرونه شوفان وباستا ولازانيا وكانيلوني وسمبوسه. اللي وراهم الصودا من عند الميه المكربنه اللي هي الالكلاين ووتر لحد البيبسي والسبرايت ابيض واسود، ولحد مرورا بالفيروز والشويبس الوان، لحد مشروبات الطاقه الهايب والريد بول والستينج، لحد الامستل والبيرل. الامستل والبيرل اللي هم مشروبات الشعير بتوع الكلى، ادي واحد. 2: ممنوع اللبن وكل مشتقاته، لبن زبادي رايب كريمر، لبن بودره، لبن محلى مكثف، جبنه بيضه، جبنه قريش. قلنا اللبن البودره واللبنه كل ما هو ابيض. 2: البيض بكل اشكاله، لا مقلي ولا مسلوق، لا مقلي بالبسطرمه ولا مدحرج ولا مسلوق ولا شكشوكه. الخضار هيبقى ليه كلام في المطبوخ، حلو، ولا كوسه ولا جزر سوتيه ولا خيار ولا جرجير ولا خس ولا كابوتشا ولا بروكلي، عشان نقفل الحوار ده نهائي. اللي وراه: ممنوع القشور والبذور، يعني لا قشور سيليوم ولا اناسيليوم ولا كركمين ولا قشور مش عارف ايه ولا بذور كينوا ولا بذور نخش بقى في المسموح. انا منعت عنك فوق المخبوزات كلها، عوضتها لك بنوع واحد: توست بالرده. توست قريش ممنوع، توست بالرده، ادي واحد. اللي ابو رده ده تاكله ازاي بقى؟ التوست ابو رده ده بص، تحمصه في زيت زيتون. انا بحمصه عندي في ساندوتش ميكر 4 و4 2 و2، يعني 4 وتحت زيت زيتون، فيها زيت زيتون، واقفل 30 40 ثانيه. حلو، حصل ايه؟ شميت ريحه الدخان، بقى بيج، شميت ريحته بقى حلو، خلاص ابدا استخدمه. قطعت مكعبات وحمصه في شويه زبده ورميته في شوربه كريمه بالمشروم، شغال. فردته في صينيه وعملت هو بيتزاية، حطيت عليها الموتزاريلا بالمشروم بالزيتون بالبروني بالسلامي وعملتها بيتزاية. ينفع. هو التوست ده فردته وحط عليه زبده ونوتيلا، بقى وافل. خلصت كلامي، ادي واحد. 2: الرز بكل اشكاله، رزايه ورزايه، تاكلوه بسمتي بالمكسرات، تاكلوه بخلطه المحشي جوه محشي، تاكلوه محشي جوه بتنجان وفلفل وكوسه، هيعدي. رز حلو. بعد الرز بطاطس بكل اشكالها، محمره في الزيت، بيوريه بالزبده، تاكلها ماشي بوتيتو وعليها موتزاريلا. اللي وراها دهون التحمير ماليش، زيوت التحمير ماليش دعوه فيها، بذور الشيا ممنوعه، دهون التحمير ماليش دعوه بيها. اللي وراها الدهون المسموحه: قشطه، زبده، سمنه، زيت زيتون، واحسنهم زيت الزيتون. اللي وراه دي دهون طبيخ، يعني هطبخ الرز بده، عندي سمكايه وهحليها بالزيت ده، تمام. هعمل بطاطس بيوريه بالزبده او بالقشطه، كويس. شبه البطاطس برضو، البطاطا والقرع دول شغالين، ما عنديش فيها مشكله. بطاطس بطاطا قرع، كل الجزريات دي وشبههم القلقاس. خلاص. بعد البطاطس والدهون الجبن المطبوخه كلها، كل الجبن المطبوخه من عند المثلثات، الكشكافال، الامنتال، الاميزدام، الجوده، التشيدر، الحاجات دي كلها. ارخصهم الرومي، جايبها من حته نظيفه وشغال.
هي والمثلثات شغاله والكوبايات شغاله والبرطمانات شغاله. ها ايه اللي بعده؟ الفاكهه كلها والعصاير كلها مسموحه، ما عنديش فيها مشكله، حتى مع عين السكر، حتى مع عين السكر. بس نقف عند هنا نقطه، البطيخ لا يتاكل ولا يتشرب، ادي واحد. اتنين، الموالح والحمضيات كل فين وفين، يعني ثمره كل يومين ثلاثه موافق. خلاص انا عن نفسي ما باكلهاش غير بروح عند ابويا مره في الاسبوع باكل يعني برتقانايه، خلاص اسمها دقتها. لكن لا عايز فيتامين سي ولا يحزنون، مش عايز. مفيش بقدونس يا ماجد، ما تهريش. اللي وراه الرمان يتعصر ويتشرب من غير متصفى. الفاكهه كلها مسموحه، العصاير كلها مسموحه. طب يا دكتور لو انا عندي منجايه اكلها ثمره ولا اشربها عصير؟ ايه راي حضرتك منك ليه له؟ اشربها عصير انا عن نفسي. ليه؟ لان المانجا دي كلها الياف بالطول، يعني لما تيجي تقشر المانجا الاقوس من جوه بالمعلقه تلاقي الياف. انا ضد الالياف الطويله. لا الالياف، بص التوست بقى صرفه، انا ماليش، انا ما عنديش حل، والله ما عندي حل. التوست كل 3 4 ايام او مره. انا الفواكه اللي فيها ميه ما بحبهاش، ضد رغبتي يعني. خلاص، وانا مش عايز لا سترت كتير ولا عايز اوكزالات. على فكره الخضار كله اوكزالات بالمناسبه، يعني الخضار اللي بيتكلموا خضار بيبيع لك الزباله بفلوس. انا بريحك، هتقعد تهريني، انت ما تتعبنيش بقى لاجل جاه النبي. عصير القصب ده بشرب كل يوم عصير قصب يا زيزي. نرجع تاني ونقول مرجعنا فاكهه والعصاير، قلنا خلاص الكلام اللي انا عايز اقوله. طبعا الجوافه من غير بذر، التفاح من غير قشر، الكمثرى من غير قشر. تفضل عصير احسن ولا فاكهه عصير؟ ومش كل يوم، الفاكهه مش كل يوم. الكوسه والجزر مطبوخين، لا الكوسه ماشي، الجزر لا يتطبخ ولا يتخلل ولا يتاكل، ده بتاع ارانب وانتهينا. خلاص انا هشرب بق ميه بس. ها وقفنا لحد فين؟ مربع بقى، في مربع تجميعه كده بقوله دايما. المربى مسموحه، الفواكه المجففه مسموحه، الحلاوه الطحينيه الغامقه السايبه مسموحه، العسل الابيض والعسل الاسود والسكر الابيض اللي هو متبيض ده مسموح، حلاوه المولد مسموحه كلها ما عدا الملبن والفوليه، كل التوفي والملبس الجيلي كولا والابو سنترافيش ده كل ده مسموح ما عدا الاكلير شغال. البسبوسه من بره من كسب بس مسموحه، بلاش بتاع ست البيت انها بتهري فيها زبادي كتير ودي ابيض عشان تمسك وبتاع. لا احنا عايزينها صمتها من عند الراجل. بسبوسه مسموحه فبسبوسه وقشطه شغال. النوتيلا والشوكولاته، هتاكل التوست اللي انا قلت عليه هتصرفك على الاكل كلام فارغ اصلا. انت هتوفر لحمه وهتوفر فراخ ولبن وبيض. اللب السوري مسموح، حاجه قلنا ايه؟ المربى مسموحه، الحلاوه الطحينيه، الفواكه المجففه مسموح لحضرتك، بالبسبوسه بالشوكولاته دارك ومش دارك. لا الجبنه القديمه لا، باكلها كل فين